استهدى بالله ثم ركز وإياك تعدي الصورة ناقصة، وابعد ترابك عن عينيك كي ترى ما تستحقه. قلت لها هل أنا أستحقك؟ قالت لي بالبنط العريض أيوة طبعا، يعني لو غبت ورجعت هلاقيكي زي الصخرة واقفة مهما عدى الريح عليها ثابتة في وجودها وماسكة مستنية نرجع واخدها. ردت وقالت أيوة طبعا هتلاقيني مستنياك، وإن غبت عني إن شاء الله كوكب أرض كامل مش هبقى ليك غير جذر حامل ليك بأجمل ذكريات تملى المدينة. طب تمام. والصراحة قلبي طبل ده الكلام، وتشد إحساس الأمان وتمد أوتار الحنان، وبقيت بفكر إن أسافر كي أجهز بيت إليت باتنين عظام، وأبدأ الغربة اللعينة وأمشي على ظهر السفينة، ويا عالم الأقدار تجيلي هرضى بالليل الكئيب، والشمس هتشعل حبالي، والشل هيبهدل ثيابي، والغربة هتقطع منابي. الرصيف ليه رأي فيا، والرغيف هينوبني جانب، ولا أكل هيبقى مية، والمرض هيكون لي غالب. كلها دايرة نفوخي عمالة بسألني وبجاوب من خوف وشك من الغموض. بكرة هيكون ايه يا واد، والغربة هتكون بير غويط ونزلت فيه وغرقت فيه، ولا هتكون كنز مدفون بيعوضك عن ما رأيت كي تبني سعدك، ويا حب العين بتاعتك والبنت تاخدك في النهاية، ودماغي من صب الحكاية رايحة جاية من الضباب. امال بفكر اهجر واسافر ولا اشوف حالي في بلادي، ولقيتني بتنرفز عليا وبقول لنفسي ما انت لما سألتها ردت عليك وقالت لك انك مهما غبت مستنياك، ولحد اخر لحظة فيها مبكياك. مستنى ايه؟ خلاص تمام، يبقى الكلام في خلاصته حل. انجز ولخص، في حاجات محتاجة تاخد فيها خطوة دون تردد. في ناس بتقعد بالسنين تفضل تفكر من غير ما يخدم اي خطوة للأمان، فكان الجواب ارحل وساتك. لو عشت انا في البرانتي فالحالة صعبة وزيرو تن، صعب تكبر في البلد دي وتبني بيت ان شاء الله حتى بدون حيطان. خليك صريح على ارض واقع، الاشياء بتزيد كل نادى، والهم والمم في زياده، والمعدن الفلصه ونكله بقى سعره طالع في السحابه. وان قلت لا مانيش هسافر البنت هتروح مني فعلا، وهعيش سنين مديون في فقري ومش هطلع السلم بنكله. كان لازم ارحل واعمل لي قرشين من اللي هم، واكمل القصه اللي هي، والبيت تبقى لي الهليه، والاشياء تبقى ساعتها معدن، والدنيا مش هتقول شكرا. فالحال كان يكمن في اني ابني مترين على اللي ببني، واسلك طريق النور في ريحي، واوصل طريق الحق ده اخره. غير كده هرقد في كوفي واعلى قلب، اهرب من الناس المريضه واهاجر الناس الكئيبه. يلا ما نضيعش وقت، ما عادش في العمر الهزار. وان كنت دلوقتي في شبابك صحتك دي 100 فالحق المخزون بتاعها قبل ما تهلك في الدبار، وابن بيتك واشتري لها كل حاجه من دهب، مستلزمات سفره ودولاب كام سرير، وتبقي ماركه من اللي هي، وتكون في بيت بيليه بحلمك. واخدت بنت جميله نسلة، ودي حاجه بتخليك تعافر مهما جاك الموج غتاته. كان دي العزيمه ونيتي تكمل حياتي مع اللي قلبي اختارها قيمه. بس اللي وقع قصر حلمك في الهنات انها بعد الوعود الصاينه ليك، وانك بنيت حلمك معاها من البدايه، وبنيت الغربه لاجل ما تكون برضه ليها في النهايه، وطلعت راجل ويا منها والتزمت بالوعود. كنت راجل في الصمود وتهد حيلك في الغياب، تكتب الغربه العذاب. فاكتشفت الغربه مش في اللي انت رحته، ولا في انك انت سبت اهلك برضه حتى، ولا كانت الغربه في بلد ما انتش فاهم لها اي حاجه. الغربه كانت من حبيبتك لما غبت عشانها صايم، وعشت الليالي في بير عتايم، واتفاجئت ان الحبيبه طرقتك اول ما شافت حد غيرك. قلبت الترابيزه فيك، باعت الاحلام اوام من غير ما تبني لك كلام وتقول على الاسباب تبعها. ليه تبيع اللي اشتراها وبتشتري في اللي بيعها، وانت مش قد اللجام؟ والوجع مش انها غدرت وراحت بالسلامه، الوجع في الصدمه من قبل الندامه. الوجع انك في غربه، وانك حقيقي بالامانه حبيت بجد ووفيت بجد، ومضيت على الأحلام كعهد، وبصمت عن اللي اتقال بوعد، وحبرك السر في كلامك ويا منها كان شيك بياض حطيته ليها. بس هي مش نمامة، تتر النهاية كان هينزل جثتك. الوجع في الغربة يفرق عن وجع وانت في سريرك بين ترابك وسط ناسك، لكن في غربة الوضع غير. واتلدعت مرارها علقم، واتلسعت سمومها أفعى، وإن الحقيقة إن أنت فعلا سبت ديلك، والديل بيلعب ويا أي كلاب تهوهو ان شاء الله حتى بعض ما نشف. والديل عاوز وبيفهم الشخص الشماك، اما اليمين في كلامه عقد في يوم ما قال على اي حال. والمفاجأة ان شوف ربك يا حضرتك، انت رحت لغربتك علشان تكمل قصتك وتكون معاها، وتجيك هناك واحدة بتاع شرطلتك وتربع عينيك، وتكون جميلة في كل حاجة، في الملامح ناس بيبرق،
روحها تتشبه بجنة، نورها بحر من البراءة، طن متر من البراح، مخزون يفيض من جنس لاعب، الشمول جزء في جمالها، الغموض مش نور في ليلها، الوضوح زيتها ودقيقها، عيلة غنية من جميع شامل جميعه، ومش عاوزة للراجل وثابت، واحدة بتحبك لذاتك وانت قدامها الفقير والغريب على أرض صحراء، وبرغم فقرك قررت تشبك حياتك وتكون معاك سندك لأجل ما تبقى حاجة، ولجيت وفكرت في مقارنة فالتانية تكسب بالجدارة، ومفيش مقارنة وجهها أصلا، والحكمة في القصة دي فعلا إن بيتك السليمة هي اللي فازت في النهاية بواحدة أجمل 1000 قيمة من واحدة ملهاش أي عازة. والله دنيا وياما فيها نشوف حاجات، بنموت لو احنا خسرنا حاجة، ونموت من الزعل اللي اجا، ونقول خلاص جاية النهاية، ونكتشف ان السعادة بدءا من بعد الهلاك. كان في علم الغيب ساعتها ان احنا نعرف احنا فين، ولا احنا ايه، ولا احنا مين، بس احنا علشان جهلانين وايماننا احيانا ضعيف نفتكر لما بنخسر اننا نفتكر النهاية، وكأننا بالظبط شفنا الدنيا خلصت من الزمن كلها كان ساعة فيها ويشتغل يوم القيامة، بس اللي فعلا نجهله ان القيامة يومها مش معلوم لحد، وان السعادة جاية جري بعد دمع يسد سد، وتبتدي بداية الرواية باسم تاني وواحدة تانية، واحدة غير الأولى كاملة، ويدخل الإنسان في حالة من الشبع من كل حاجة، صحة معاه وفلوس معاه، حب الحياة. بالذمة لو كنت في هواك كنت هتعوز تاني ايه؟ اقول لك انا ولا اي حاجة.